سنة 1970 يوم 8 ابريل الساعة 9:03 بالدقيقة صباحا، وفي قرية بسيطة اسمها بحر البار في محافظة الشرقية بيرتكب العدو واحدة من أكبر المجازر في حق أطفال أبرياء في قلب مدرسة. الجرس بيرن علشان تبدأ الحصة الأولى. العيال لابسين المريالة وماسكين الكشاكيل، يوم عادي بيجروا وبيضحكوا. فجأة يسمعوا صوت طيارات على ارتفاع منخفض فوق المدرسة. بصوا لقوا فوق دماغهم 5 طيارات فانتوم بترمي عليهم 5 قنابل وصواريخ. مفيش ثواني والضحك يتحول لصراخ والكشاكيل تتملي بالدم بدل الحبر. الحيطان وقعت على دماغ الأطفال والمدرسين والعاملين علشان المريالة الزرقاء تتحول للون الأحمر مردوم بالتراب. أهالي القرية بتجري على المدرسة في حالة ذعر، ومن هلع الموقف بتنادي على ابنها بتتمنى يكون عايش ويرد عليها. آباء شايلين أشلاء وبقايا الجثث. أب بيشيل بقايا كشكول مكتوب عليه اسم حسين الصف الثاني. وفي اليوم ده بيستشهد حوالي 30 طفل وأكتر من 50 مصاب. مدرسة بحر البار اتحولت لأنقاض، لكن اسمها يفضل شاهد على جريمة عمرها ما هتتنسي. بعد اللي حصل بيطلع الصهاينة يبرروا الهجوم ان فيه تحت المدرسة منشأة عسكرية بالظبط زي اللي بيتقال دلوقتي، ويطلع بعدها البيان على الإذاعة المصرية: أيها الأخوة المواطنون، جاءنا البيان التالي أقدم العدو في تمام الساعة 9:20 من صباح اليوم على جريمة جديدة تفوق حد التصور عندما أغار بطائراته الفانتوم الأمريكية على مدرسة بحر البار الابتدائية المشتركة بمحافظة الشرقية. سقط الأطفال بين سن 6 و12 تحت جحيما من النيران.